الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ذو الملك والملكوت صاحب العزة والجبروت. الله أكبر ما عاد مذنب وتاب. الله أكبر كلما رجع عبد وأناب. الله أكبر كلما وسد الأموات التراب. أيها الصائمون كنتم في صومكم تالين ذاكرين قائمين ساجدين متهجدين صمتم ووفيتم كنتم على أحسن حال فاثبتوا على عهدكم بالصلاة والقرآن ولتكن فرصة لتعفوا وتصفحوا ولا تقطعوا أرحامكم. زوروا أرحامكم وإن قطعوا ولا تقل إنها مهانة أو ذلة واستكانة فلم يقل في ذلك خير من أن يقال قاطع رحم كما قال نبيكم يأتي عليكم زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. فليكن الرجال في مستوى حمل الأمانة والحفظ والرعاية لأسرهم وأهليهم. ولتعلم النساء أن رعايتها لأولادها وطاعتها لزوجها طريقها لجنة ربها. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وعلى الزوج أن يتقي الله في زوجته لا يظلمها لا يحتقرها ويعطيها قدرها ولا يلبس كرامتها. عباد الله يا من كنتم صائمين الصلاة في وقتها الصلاة في وقتها. مات نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بها. عباد الإسلام وناهية عن الفحشاء والآثام هي العهد بين العبد وربه. من حفظها حفظ الدين ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته. كذلكم أيها المسلمون أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم فالمال مال الله استخلفكم فيه فتطهروا بها طهروا بها نفوسكم واحفظوا بها أموالكم وأحسنوا بها إلى فقرائكم. بروا آباءكم أطيعوا آباءكم تبركم أبناءكم. دخول النار بعقوق الوالدين فلن يدخل الجنة عاق. وبالوالدين إحسانا أحسنوا إلى جيرانكم ورعوا حقوقهم والله لن يؤمن من أساء إلى جاره ولم يأمنه على أباه. احذروا الكبائر تغفر الصغائر. احذروا الربا وهو أبواب إذا اختلط الحلال بالحرام فإنه نار ودمار. إن فعلتم ذلك فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم بشركم إذ يقول رأيت البارحة عجبا أي رأى في منامه رأيت عجبا رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بالروح بوالديه فرد ذلك عنه. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب أي أحاطت به ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقالت يا معشر المؤمنين كلموه فكلموه. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب جاثيا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده وأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى باب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك ومن الأمل إلا فيك ومن الرضا إلا عنك ومن التسليم إلا لك ومن التوكل إلا عليك ومن الرضا إلا لما في يديك الكريمتين ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك
كريم الجواد الذي لا يبخل والحليم الذي لا يعجل اجعل لنا نورا في حياتنا ونورا في مماتنا ونورا في قبرنا اجعل لنا نورا حين نلقاك يا رب العالمين بصيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن يا رب شفع فينا رمضان يا رب شفع فينا رمضان تقبل منا الصيام شفع فينا القيام يا رب العالمين يا رب لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ارحم آباءنا في قبورهم ارحم أمهاتنا يا رب العالمين حرم وجوههم على النار وحرم وجوه إخواننا على النار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولمن أحسن إلينا وأسأنا إليه يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار بفضلك يا كريم يا جبار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا رب احفظ شعبنا وجيشنا يا رب العالمين اللهم وحد بين قلوبنا وحد كلمتنا ألف بين قلوبنا اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين. آمين.